ده ابراهيم نور الدين فاول لمصلحه مصر المقاصه في حته كويسه جدا جدا. ممكن بركات يلعبها برجليه الشمال، ممكن باسم عبد العزيز. هنشوف بقى هنا الدفعه قويه جدا مع هشام محمد. احمد ايمن منصور دفعه كده في ظهر هشام محمد. ادي هاني سعيد. فاول لمصلحه مصر المقاصه. لكن لغايه دلوقتي الاتحاد السكندري 2-2 مع الرجاء. اكيد مباراه قويه جدا، الرجاء عامل شغل كويس مع سمير كمونه. نفس الكلام العميد حسام حسن مع الاتحاد السكندري. مباراه 2-2 في استاد اسكندريه. بركات عايز يلعبها قويه بقى في الجول ولا هيلعبها بقى عرضيه؟ جول جول. لسه بقول لكم بيتكلم فوزي مع الحيطه، يعني فتح الحيطه كده وبيجيب جول عمرو بركات في الدقيقه 66. اول اهداف اللقاء. بقول لكم هيلعبها في الجول ولا ايه؟ عمرو بركات بيحرز هدف اول في الدقيقه 66. عمرو بركات. بصوا يا جماعه الحيطه هنا اتحركت وعدت ما بين الحيطه، راحت في الزاويه الضيقه. عمرو بركات بيتقدم لمصلحه مصر المقاصه في الدقيقه 66 رغم ان اداء الداخليه دفاعيا افضل وقافلين المساحات. لكن كده نقدر نشوف مباراه كويسه. كان نفسنا كمعلقين ومحللين ان احنا الجول ده كان يجي بدري قوي الشوط الاولاني، كانت المباراه حلوت عن كده. لكن اكيد فريق الداخليه بقى الفراج يقف على كورته. يا راجل بتعمل ايه؟ جسمك مش معدول. وراحت مره تانية وضرب الجزاء. ضرب الجزاء لحسين الشحات. الراجل هنا بيعمل ضرب الجزاء. هنشوف بقى جهاد جنيدي ولا رشاد فاروق. ضرب الجزاء لمصلحه مصر المقاصه. الراجل وائل فراج استلم وقلش وبيسدد كده من مسافه وجسمه مش معدول. راحت بقى الناحيه الثانيه. هنشوف احمد ايمن منصور هو اللي عامل ضربه الجزاء مع حسين الشحات. خد رجليه الراجل بعد ما استلم حسين الشحات، خد رجليه. وضرب الجزاء لمصلحه فريق مصر المقاصه في الدقيقه 84. ضرب الجزاء. هنشوف بقى مين اللي هينفذها. هل وائل فراج جايب 9 تجوال ممكن بقى يكون عايز يرفع رصيده، ولا هاني سعيد؟ هاني سعيد. هاني سعيد واحمد فوزي. هاني سعيد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد. هاني سعيد بيحطها على يمين احمد فوزي عشان يحرز الهدف الثاني في الدقيقه 85 من عمر المباراه. هدفين مصر المقاصه لا شيء الداخليه. وكده بقى يعني بالهدف الثاني ده يعني بلغه الكره كده بيهبط من معنويات فريق الداخليه. 2 مصر المقاصه لا شيء الداخليه. 5 دقايق على نهايه المباراه او 4 دقايق على نهايه المباراه. الاسماعيلي. احمد منصور يا ولد العرضيه حلوه 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 حلوه. هنشوف بقى بيالا ولا ايمانويل. حلوه حلوه حلوه. هدف اول لمصلحه فريق الداخليه في الدقيقه 88. بيالا البوركيني بيالا بيحرز هدف اول للداخليه في الدقيقه 88. لسه فاضل وقت. يا سلام قويه جدا جدا جدا. والعرضيه ولا اروع من كده من المتالق احمد ايمن منصور. عامل مباراه كويسه جدا جدا جدا. احمد ايمن منصور حطها الراجل قويه. ايه طلقه على شمال مصطفى كمال. 2